السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير اخواتي مشتركاتي الغاليات، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو تاع نهار اليوم مازلنا متواصلين في سلسلة المشاريع الشتوية. كما راكم تشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وسادة نتاع البولار اللي كانوا طلبوهم مني بزاف الاخوات. نقول لكم سمحوا لي على التاخير، الله غالب خواتاتي. شوفوا الوقت ما كاش وراني نديكم زعما من فوق جهدي فيديو على فيديو. غير المهم باش ما نخليكمش هكا بلا لي فيديو. الاخوات المبتدئات كذلك يخدموا وينجحوا ان شاء الله، ونقول لكم ربي يوفقكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الوسادات، واللي طلبوا مني المشاريع نتاع رمضان نقول لكم مازال الحال ان شاء الله، ودرك نشارك معكم كاع المشاريع الرمضانيه ان شاء الله ويعجبوكم، وحتى نتوما تخدموهم كمشروع وتنجحوا فيهم ان شاء الله. اليوم ان شاء الله اخواتي كما كنتوا تشوفوا غادي نخدم معكم الوساده بقماش البولار. شوفوا هنا قماش البولار شريت متر، راني مفصلتها راهي كل نص متر وحدها. هنا باش هكا نفهمكم غايه، شريت زوج قطع كل نص متر وحدها كيما هكا، باش ما نضليش كي نجي للدار نقاليزي في القماش وكاع. قلت له هو مقاس لي ديريكت نص في النص هكا صاي خواتاتي. ودرك من هاد الميطره هذه غادي نخرج منها ثلاثه تاع الوسادات، ثلاثه نتاع المخايط. وانا هنا ما غاديش نخدم ثلاثه تاع المخايط، غادي نخدم معاكم زوج، وهذوك القطعه اللي تبقى لي تاع المخده الثالثه غادي نخدم بها حاجه واحده اخرى باش نزيد نشاركها معاكم كذلك تستفادوا من المشروع نتاعها. صاي خواتاتي هنا غادي على حساب الطلب غادي نكمل الزبونه تاعي، نكملها زوج مخاط اللي كانت باغيتهم، ومن بعد نزيد نكمل الاخرى نخدم بها مشروع الاخر. هنا كما راكم تشوفوا خواتي راني بدلت الميطره تاعي. شوفوا هبلوني ولادي على هاد الميطريه، انا نشري في الميطرات وهما يقلعوا لي هذاك الدوغي تاعها هذاك، وانا كي تتخسر من هذاك صاي ما تعجبنيش. شوفوا اخواتاتي وقطعوها لي فاني كذلك. ياسين يخرب لي بزاف في الصوالح تاع الماشينه، يخرب لي عنده ما يخرب اللي عندها اولادها كيما اولادي تكتب لي في التعليقات ربي يحفظهم ان شاء الله. ها هي هنا اليوم راني شريت ميطره جديده ان شاء الله نولي نخدم بها. وهنا خواتاتي كما تشوفون نعبر لكم القماش شحال راه فيه في العرض تاعه. انا قلت لها عطيني نص متر بصح هما كي يقصوا يزيدوا هذيك الزياده، ما ينقصولكش نيشان عفوا على حساب 50 سنتيم. شوفوا هنا راه فيها 58 سنتيم. انا هنا باش ما تجينيش مخده بزاف عريضه، خاطر 58 بزاف عريضه، غادي نمقص منها، غادي ندير فيها غير 54 ولا 53 سنتيم في العرض. وانتم تتحكموا في العرض نتاع الوساده تاعكم، تبغي ديري 55، تبغي ديري قل، تبغي ديري 50، تبغي ديري 40، كل وحده تعبر على حسب الوسادات تاعها. صايا خواتاتي المهم بغيتو ديروهم كمشروع تخدموا ديروا 53 سنتيم، من بعد كي تعاودي تخدميها وتقلبي وتخيطيها من برا تجيك هذيك هي. صاي خواتاتي وهنا كما راكم تشوفوا الطول تاع الوساده تاعي انا غادي ندير فيها 73 سنتيم. ها هي هنا نحكموا القماش تاعنا كيما هكا. دوك نعبر لكم تجي كيما تحسبي 73 سنتيم، ولا ديري 74 ولا ديري 75 ولا كاين اللي يدير 70، كل واحد شحال يبغي يدير في الطول تاع الوساده. صاي ما تقيدوش بالقياس اللي قلت لكم انا. هنا تجي تطوي القماش تاعك كيما هكا. هنا تجي من هذه الجهه نتاع البولار تاعك، من تشري هذه الجهه لا ليزيغ هذه شوفوا تقلعوها، ما تخلوهاش كيما هكا باش المخده تاعك تخرج شابه وما يجيش فيها داك التكماش كيما هكا. شوفوا هنا دخلت قيمه 2 سنتيمتر هكا وقلعت هذيك جهه لا ليزيغ هذه. ها هي شوفوا هاد الحواف هادو تاع القماش نقلعهم باش تبقى لنا المخده نقيه كيما هكا. ودروك نبداو نحسبوا من عند هذه القطعه اللي مقصتها ونروحوا للجهه المغلوقه. هذيك الجهه المغلوقه ما غاديش نمقصها خواتاتي باش تتحصلوا على فيها اللي غادي تحصلوا للوساده الثالثه. صاي خواتاتي شوفوا هنا جيت من الجهه المفتوحه وبديت نعبر في الطول نتاع المخده تاعي. هاي هنا حسبت كما قلت لكم 73 سنتيم، وانتم كل وحده وشحال تبغي دير. كما قلت لكم تبغي دير 74، تبغي دير 70، 60، 69، المهم كل وحده وشحال بغات دير في الطول تاع الوساد. وشوفوا هذه القطعه اللي بقات لي مغلوقه غادي نخليها من بعد نخدم منها كما قلت لكم الوساده الثالثه اللي بغيتوا تخدموهم كمشروع. وانا ديك الوساده الثالثه ما غاديش نخدمها، صاي غادي نديرها حاجه واحده اخرى باش هكا نشاركها معكم. هاي يا خواتاتي دوك نفتحوا القطعه هذه نحصلوا على 3 قطع كما راكم تشوفوا، ونروحوا النص متر الزوجه كذلك غادي كي نفصلوها بنفس الطريقه اللي فصلت بها هذه، ونتحصلوا على هذيك القطعه نزيدوها مع القطعه الثالثه اللي كانت مع هذه الاولى. صاي خواتاتي باش هكا تحصلي على 3 وسادات. هنا كما راكم تشوفوا درت بنفس الطريقه غادي نقلع هاد لا ليزيغ هذه الحاشيه كاع كما هكا نقلعها، ومن بعد نحسب كما قلت لكم الطول اللي راني باغياتها انا في المخده تاعي. هنا اذا كان قماش تاع الدراوات وكاع نورمال بلا ما تقلعي هاد الحاشيه هذه، بصح في البولار اللي يقلك تقلعيها باش هكا تجيك الخدمه نقيه وتجيك المخده تاعك شابه ومفينيه.
ها هي، وهنا راكي تعبري في الطول تاعك، والجهه المغلوقه راهي منا. شوفوا ما درتش كاع بها، باش من بعد كي نكمل المقص تبقى لي هذيك الجهه المغلوقه قطعه نتاع وساده واحده اخرى. صحيح خواتاتي، هنايا طريقه التفصيل ان شاء الله تكون مفهومه، والاخوات اللي طلبوا مني نخدم لهم الوساده تاع البولار يخدموها وينجحوا فيها ان شاء الله. هاي يا خواتي، وهنا كما راكم تشوفوا تحصلت على القطعه الثالثه هذه، غادي نديرها مع الاولى، مع القطعه الاولى هذيك، وهكا تكونوا تحصلنا على زوج قطع تقدروا تخدموا بهم وساده اخرى. وهنا نروحوا لهذه القطع كما راكم تشوفوا غادي نقاليزيهم. سقلت كاع القماش تاعي، العرض تاعه كما قلت لكم درت فيه 54 سنتيم ولا 53. هاي غادي نعبرها لكم، درت فيها 54 سنتيم في العرض. صاي خواتاتي، والطول هنا كما راكم تشوفوا خواتاتي في اخر لحظه عيطت لي مولات المخايط وقالت لك لا ما ديريهم ليش كبار بزاف، ديريهم شويه صغار. راني درت لها فيهم 69 سنتيم. المهم زدت نقصت من هذيك 73 اللي كنت فصلتها انا، زدت نقصت منها شويه. صاي خواتاتي، دائما هكا كي تبغوا تخدموا حاجه سقسوا الزبائن تاعكم قبل ما تفصلوا القماش باش ما تضيعوش في الكتان تاعكم. صحيح. وهنا كما راكم تشوفوا هذه اللامبوله هذه ساعدتني بزاف في الخدمه، باش الاخوات المبتدئات كذلك يشروا منها، باش هكا ديركم الاضاءه بزاف في الماشينه تاعكم. شوفوا خواتاتي، هنا فيها كتكيل كيما هكا تركبيها في الظهر تاع الماشينه كيما وريت لكم. هاي ساعدتني بزاف، سورتو مع المغرب هكا كي نكون نخدم وكاع، خاطر تكون عندي كوموند ما نخدمش في الليل على خاطر ما بقاش نشوف غايه. كي شريتها زعما ساعدتني بزاف، ودير لكم الضوء زعما قوي الله يبارك. هنا بغيت نشاركها معاكم حتى نتوما تستفادوا منها خواتاتي. وهنا كما راكم تشوفوا جينا للقطعه نتاع القماش تاعنا. سمحوا لي هنا شويه راني نصور لكم في الليل، الاضاءه راهي ناقصه شويه. هنا شوفوا طويت القطعه تاع القماش من جهه تاع الطول تاع 69 سنتيم هذيك، طويتها على 2. ها هي، ودروك هنا فاني الفرميتير كيما شفتوا طويتها على 2، عينت الوسط تاعها مع الوسط نتاع المخده هذيك. ونجو هنايا كيما راكم تشوفوا هكا عندي الوجه نتاع الفرميتير مع الوجه نتاع القماش كيما هكا. هاي بقات لي هاد الزياده منها مع الجوانب. دروك كيما راكم تشوفوا ما تجوش تخيطوها ديريكت تحطيها في الماشين هكا وتخيطيها، لا. شوفوا هنا البولار دائما تحكموه يا بالمساسيك كيما هكا، ولا تحكموه بليزيبانك، على خاطر كنت تخيطيه كيما هكا ديريكت انت تخيطيه هو يتكسل وتجيك جهه طويله على جهه في الفرميتير. صحيح ما يجوكش قياس واحد. لهذا خواتاتي دائما كي تبداو تخدموا في البولار حكموه بليزيبانك ولا بالمساسيك كيما هكا. هذا ولا تاع الكوفيرطا كاع تحكموه بليزيبانك على خاطر يعواج لك ما يبقاش نيشان. صحيح. هنا دائما كي تخدمي الوساده تاعك كيما هكا غير بالعقل خواتاتي ما تقلقوش، حكميها هكا بليزيبانك، ولا الا ما كاش عندك ديري لها فوفيلاج غير بالابره والخيط، ديري نفدات هكا شويه كبار وخيطي ومن بعد قلعي هذاك الخيط تاعك. هاي يا اخواتي هنا طريقه سهله كما كنتوا تشوفوا راني خيط في الفرميتير الوجه تاعها راه مع الوجه نتاع القماش. هيا في الاخير تدي وتردي، ومن بعد شوفوا باش ما تبقى لناش هاد الفرميتير هكا باينه بزاف. هنا خواتاتي شوف راح نحكم البولار هذا ونغطي به هذيك القطعه نتاع الفرميتير هكا نخليها على حساب السلسله كي تمشي. صحيح. ونجي نعاود نفوت عليها بالخياطه هكا على الوجه نتاع الفرميتير تاعنا. هاي طريقه سهله خواتاتي، دوك نخيطها ونعاود نولي القطعه الثانيه بنفس الطريقه نخيطها. وهنا خواتاتي كما راكم بعد ما خيطها وشوفوا خيطها على الوجه تاعها. كذلك دخلت ب 2 ملم ولا 3 ملم هكا، وتعاودي تخيطي فوق الفرميتير كما شفتوا. درك راح نجيب القطعه الثانيه كذلك حنجيب الوجه نتاعها نديرها مع الوجه نتاع المخده كيما هكا، وتجو هنا تقيسوا مع الحافه كيما هكا مع الجوانب هذو. وكيما شفتوا الفرميتير الوجه تاعها راه مع الوجه نتاع القماش، ما قلبتهاش كيما هكا. شوف هاهي باش تبان لكم غايه، وكذلك تحكموها بليزيبانك ولا بالمساسيك. ومن بعد تعاودي تخيطيها وتردي القماش تاعك على الوجه تاعها كيما درت في القطعه الاولى بنفس الطريقه، وتغطي هذيك الفرميتير تاعك وتخيطيها من فوق. صحيح. هنا غادي نكمل نخيط الوساده تاعي وخلي لكم الفيديو هكا يتمشى باش تزيدوا تفهموا اكثر.
وهنا كما راكم تشوفوا اخواتي بعد ما خيط القطعه الثانيه كذلك بنفس الطريقه اللي درتها الاولى، درك راح نديروا الوجه نتاع القماش من الداخل. شوفوا ونحكموا القطعه هذه. شوفوا هنا مع الجوانب هكا ديروهم كيف باش ما يجيكمش جهه طويله على جهه والمخده تاعكم تجيكم عوجه. صاي كي تحطي القطعه تاعك تاع البولار فصلي القطعه على حساب القطعه الزوجه باش كي تلاقيهم هكا يجوك نيشان. درك هنا كذلك غادي نحكمها هكا بالمساسك كيما قلت لكم نتوما حكموهم بالمساسك ولا لي زيبانغ، ولا ما كانش عندك ديري الفوفيلاج بالبره والخيط. صاي هنا كيما راكم تشوفوها غادي نحكمها كاع بلي زيبانغ، وغادي ندي ورد في الخياطه عند الجهه تاع الفرميتير ونروحوا للجهه الزوجه نخيطوها كاع كاري هكا على حساب المخده تاعنا، ومن بعد نروحوا للجهه الزوجه تاع الفرميتير كذلك ندو في الخياطه عفوا. هنا غادي نخيطها ونعاود نولي معكم نوريكم الوساده تاعنا واجده. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما خيطت هذاك القماش تاعي كاع صاير داير، بقات عند جهه الفرميتير كيما هكا. هنا كيما راكم تشوفوا الجول هذه الزاويه القائمه كاع تقلعهم، وهنا الا كان عندك القماش زياده لداخل كيما هكا كذلك فينو هكا بالمقص ما تخلوش زياده بزاف. هيا كيما هنا شفتوا دخلت بواحد سنتيم ومن بعد راني قاليزي منه هذاك الواحد سنتيم قلعت منه نص واحد سنتيم غير من الجهه العلويه تاع الوساده تاعنا، والجوانب خليتهم هما. وهنا كيما راكم تشوفي تقلبي الوساده تاعك على الوجه تاعها كيما هكا، طريقه سهله خواتاتي. وهنا شوفوا في الاخر كيفاش تجي مفينيه مع الجوانب هكا. دروك هنا غادي نزيد نكمل نخيط القطعه الثانيه تاع المخده تاعنا ونوريكم المخايط تاعنا كامل واجدين. وهنا خواتاتي كيما راكم تشوفوا الطلبيه تاع الزبونه تاعي راهي واجده، وها هما الوسادات اللي كنت خدمتهم معاكم. شوفوا جاو شابين ويجوا متحوفين، وكيما قلت لكم كي تحكميهم هكا بلي زيبانغ وتقعدي تخيطي فيهم يجوك على خط واحد، ما يجوكش هكا فيهم هذاك الزيكزاك ولا داك التكماش في القماش ولا. شوفوا يجوا مكسلين هكا يجوا نيشان، بصح كوما تحكموهمش بلي زيبانغ وتقعدي تخيطي على خاطر البولار بروحها يتجبد يولي يتجبد. وهنا كما راكم تشوفوا تبغوا تخيطوهم على برا كذلك تدخلي بهذاك نص واحد سنتيم ولا 1 سنتيم ولا 2 سنتيم وتخيطيهم على برا. انا خليتهم كيما راهم هكا فاني كذلك جاو شابين. شوفوا هنا مع الجوانب الفرميتير تجي متحوفه. وهنا كما راكم تشوفوا خواتاتي كنت خادمت لهم الاوس تاعهم هذو كذلك كنت خادمتهم هكا في المار، وشوفوا جاو شابين على حساب لي اوس تاعهم. هنا كنت خادمه الاوس تاع بلاصه كيما شفتوا وبصحة مولاتهم وكاع اللي خدمت كاش حاجه نقولها بصحتك وربي يهنيهم ان شاء الله. شوفوا هنا هادو درت لهم اللاستيك كيما هكا، هما جاو شابين وجاو متحوفين. وكيما قلت لكم هذو يدفوا، هذا مشروع ناجح في فصل الشتاء، يدفوا غايه هالبنات هذو. هيا شوفوا خواتاتي، وهنا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم. هنا شوفوا خواتي غاد درتهم في اللومبالاج تاعهم هكا غير باش نوري الاخوات كذلك كي يخدموا كاش حاجه شروا لهم من هاد الاكياس هذو تاع اللومبالاج هكا وديريهم فيهم. هنا وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم خواتاتي. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف ونشكركم بزاف على الدعم تاعكم وعلى التعليقات الجميله والمشجعه. نقول لكم خليكم على خير، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.